ولينا ووليكم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يتولى النبي بولايته ويحفظ المشاريف لتكسفيرنا وفي حق النبي وفي حق والدينا وحق جميع المسلمين ويبارك لنا في أوقاتنا وقلنا وإياكم ذي المعاصي إلى عز طعام من حد نقصان أجل المعالي ومن كل حارة دنيا إلى كل حارة مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أغراضنا ويضر أعمالنا مع عافية وعافية وأحسن سبيقاتنا وحسن ختمنا وعلى كل من وحبيب علي محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي أن الله نيتهم وعمل عمل أخلاق حلاكم على كل حد النية وكل صلاة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سير أسرار فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا رب
على المتوج بالكرامة صلى الله عليه. السلام على المظلل بالغمامة صلى الله عليه. السلام على المظلل بالغمامة صلى الله عليه. السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه. السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله يا عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله بسم الله عليه. الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان
فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمال. اللهم صل عليه. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. العيون فيما اشتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. يا لقلبي سروره قد توالى حبيبي عم الأنام نوالا. ومن فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا مادحا خير الأنام بادر ولا تخشى المنام يا مادحا خير الأنام
النبي العربي الله مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي فهو المرام بين الأنام حب النبي فهو المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام مدح النبي العربي 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 مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي فهو المرام بين الأنام 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 مدح النبي مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي يا رقا والسماء للعز أعلى سماء ذخر يا من رقى والسماء للعز أعلى سماء ذخر يا خير خلق الله يا
يا حبيبي حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقرار وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره بالأسراب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تأتي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزاني إلى تدوين ما حفظته من شعر أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الهدرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السماء أوصافها العزيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله وشمائه التي هي أحسن الشمائل وحنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة
أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة، ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. واستودع عن هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله وأمه عليه. التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. صلى الله وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. ومنذ عنقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر
كريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إلهي يا سميع يا بصير إلهي
والله يشهد أنا في مدح محمد مرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصافه قلبي تصفى يا عيني صفى يا روحي صفى قلبي تصفى يا عيني صفى يا روحي صفى قلبي تصفى يا عيني صفى يا روحي صفى في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهاب هنيئا لفؤادي نال من طه المرام
صلى الله عليه. اللهم صل عليه وسلم على آله وعلى آله وصحبه فإن قربة وقت وذي وهذا الحبيب أعلت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطر وجود الإله على الأهل الوجود التاسيد والفتنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كسبت كنع هذا المستور ليزال نور كاملا في عالم الدور نورا فرق كل نور صلى الله عليه. وانفادت حق حكمه على من أتم الله عليه النقمة من خادر الأمة أن يزور عند رضيه الأمة ثانية لجابها المسعود ومشاركة لها بهذا الصراط ممدود وأدرت بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة الآسية ومعها من الجور العين من قسم الله له من سرافل بنعمات الوافية فأتى الوقت الذي ترتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور والعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالسجود والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا أهل المثاني فهزار اليوم غرد واستضيء بجمال فقى في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد مرحبا، جل أن يحصره العاد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين والحسن، إذ حبانا بوجود المصطفى، المصطفى الهادي محمد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين والحسن. يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين والحسن. يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهدي محمد. يا الله واهدينا نهج سبيله، يا الله كي به نسعد ونرشد. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهدي محمد. يا الله ربي بلغنا بجاهه، يا الله في جوار خير مقعد. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهدي محمد. يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. أنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية
التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن دين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخدم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا بنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب في عملي في العمل مقبولا، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزتي تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومزار، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أسماء برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا،
آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم بركاته والشريف بجهاد أولادنا ووالدينا وأهل قترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا مأنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من له منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الفاتحة تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حياء وعلينا موت وعلى إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذة المجتمعنا ها هنا بسببهم صاحب الحال الحبيب أحمد بن حامد الكاب والحبيب عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب أحمد نوفل بن عبد الله الكاب وشريفة بدرية بنت عاقل المنور وشريفة عائشة بنت عبد الله السقاب والحبيب محمد رضا بن عبد الله السقاب والأستاذ مدرس والأسد والحضميلر مجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة والدينا ولمخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى أعضاء من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما استبل سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله يا الله وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك وفي هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيد رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع بل الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر عمر عثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان
إلى يوم الدين. وأزواج رسول الله طاهرة أمة المؤمنين سيدنا خديجة كبرى عائشة الرضا، وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس والحسن حسين علي زين عبد محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي وريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا السيد النجيب أحمد أبو حاجر الله أحمد بن عيسى وبيد الله سيدنا على خلقات سمسر محمد صابر المدبان سيدنا الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم الحبيب علي عمل الفقيه وسيدنا حبيب علي غير الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاب الدرك امام محمد مولى الدويله سيدنا الفقيه المقدم عبد الرحمن السقاب وشحم المخضار سكران احمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر ادو حبيب بكر عدن شاي بكر من سالم والحبيب عاقل بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاش علي بن بارس الله حداد ووصولهم وفروعهم كتب شيخ بكر جيلاني شيخ احمد البداوي شيخ احمد الرفاعي شيخ ابراهيم السوكي ابي حسن الشذري وكذا الشيخ محمد البوسيري صاب برده حبب الشيخ سلطان شيخ احمد التجاني شيخ سليمان الجزوري محمد ابي هربل عبد الله الادوس وصولهم وفروعهم وجد عبد الله السقاب وصولهم وفروعهم والحبيب عمر السقاب صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرشي والحبيب محمد مولى شيخ يوسف عبد العسني والحبيب احمد بن زين حبيب شيخ عبد الرحمن فقيه احمد مسميد والحبيب حسن من صلاح البحر حبيب عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر واخوان حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم والحبيب علي بن حسين عبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب احمد الحبيب علوي بن علي محمد بن حسين عبشي والحبيب عبد القادر محمد بن هادي السقاب والحبيب محمد بن محمد مخضار والسيدنا الحبيب احمد محمد مخضار والسيدنا الحبيب احمد بن محسن بن عبد الله الحدار والسيدنا الحبيب عبد القادر بن السقاب والحبيب محمد صالح المخضار والسيدنا الحبيب عبد الرحمن مصطفى علي دروس من تالم واحلام زنبل سادتنا علوين والحبيب حسين بن ابو بكر بن عبد الله محسن على الطاس وصولهم وفروعهم والحبيب محمد الحداد الحبيب علوي الحبيب حسين بن الحداد والحبيب احمد بن عبد الله بن طالب على الطاس وصولهم وفروعهم والحبيب عبد القادر عبد القادر بن محمد السقاب والحبيب عبد القادر بن علوي السقاب وصولهم وفروعهم والاتساع رحمه الانبر شيخ بن احمد بن فقيه محمد بن احمد فقيه ابو بكر يحيى حبيب علي صافي حبيب محمد حبيب محمد مخضار والحبيب محمد بن حسين الادوس والحسين الحبيب بن السقاب حبيب علي بن السقاب والحبيب علي بن عبد الله حبيب عبد الله بن علي الحداد وصولهم وفروعهم والحبيب السقاب شيخ علي بن القطب الامام بكر احمد السقاب والحبيب علي محمد حاشم بن السقاب والحبيب صالح محسن حامد حسين بن حامد الحامد والحبيب عبد محمد بقي عبد الله بن عبد محمد بن حسين معبود والحبيب حسن بحرود والحسين الحبيب حود بن عبد الله السقاب والحبيب احمد محمد الحداد محسن العطاس حبيب احمد محسن العطاس سالم جنين الخليل والحسين العالي علي بن رحمن عبشي وصولهم وفروعهم والحسين الحبيب سالم طه احمد بن علي الحداد وصولهم وفروعهم والحبيب حسين بن عثمان الادروس والحسين الحبيب عبد الرحمن مصطفى بن سميد والحسين الحبيب حسين بن محمد بركبه والحسين الحبيب حامد بن عبد الرحمن السقاب وصولهم وفروع الحبيب هاشم بن حسين ملاخره والحبيب شاطئ والحسين الحبيب حامد بن علي بن عبد الله الحداد واخوان حبيب حامد وصولهم وفروعهم والحبيب محمد بن علي بن صالح بن شيخ بكر بن سالم والحسين الحبيب عبد الله بن سالم الكاب شيخ بن احمد بن شهاب الحبيب احمد بن شيخ بن احمد بن شهاب والحبيب عبد الله بن شهاب الحبيب حامد بن شهاب وصولهم وفروعهم والحسين الحبيب عبد الرحمن محمد بن نوار ومس ايوب مريم بنت مس اغوس محمد والحسين الحبيب احمد بن حسن حبشي وصولهم وفروعهم والحبيب احمد بن حمد الكاب شيخ حبيب علي بحسين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شهاب بكر بن شهاب عبد القدوس والحبيب علي بن الرحمن النوار وصولهم وفروعهم والحبيب علي بن شيخ السقاب وصولهم وفروعهم والحبيب محمد بن عمر ملاخره وصولهم وفروعهم ثم الى صاحب الخال ثم الى اجتمعنا ها هنا بسببهم صاحب الخال الحبيب احمد بن حامد الكاب والحبيب عبد الله بن احمد الكاب والحبيب احمد نوفل بن عبد الله الكاب وشريفه بدريه بنت عاقل المنور وشريفة عائشة بنت عبد الله السقاب والحبيب محمد رضا بن عبد الله السقاب ثم إلى من اجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسد رحمة والدينا ولهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى وإلى على بين يديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم والمسلمين في دار كرامتك ومستق رحمتك ومحل أوليائك مع الذين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سير أسرع تقبل منا في عبدك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. غرد حمام وبث أوصاف الصفا غرد حمام وبث أوصاف الصفا يصفو بها كدر الزمان من الجفا يصفو بها كدر الزمان من الجفا كرر علي صفات من جعل الدجى يشتاق من توديعه متلهفا عاشق التضرع قبل ما ارتج الفضاء بنداء فاجر فالظلام به اختفى فكأن عينا منه شمس أشرقت بضيائها أفق السماء تكشفا إن عامل الغرباء ظنوا أنهم أدنى الأقارب بالبشاشبهم حفا هطلت خزائن جوده تحفا إذا أعطى وأكرم ضيفه أو من وفى هو سيدي سندي وأول قدوتي هو نوفل لحجاب عيني قد نفى هو سيدي سندي وأول قدوتي هو نوفل لحجاب عيني قد نفى ضحى بمهجته لإير في حبيبه
ربى وأنقذنا ونحن على شفاه ما قط يرضى بالدنا يا مقصدا أقصامنا هو قرار عين المصطفى ذو همة قعسى ألا ينبو وإن كلا المهند في الكفاح تخوفا شرر النصائح من ثناياه يهيج ضارما بين الضلوع فمن طفاه حدث عن الأخلاق والأذواق لا حرج فمنكر حسنها ما أنصفا يا من يشاكك في جمال البدر هل رمد بعينك أم تقول مزيفا سل أهله سل نده أو ضده لن يسمعوك سوى الجمال مكثفا رجل عظيم غير أن فراقه ترك الكلوم على الفؤاد بلا شفاء لكن فراق الجسم ليس بضائرين قلبا مليئا بالمحبة والوفاء فكأنه بعد الرحيل بمشهد منا ببسمته علينا رفرفا رحم الإله جنابه وأحله أعلى فراديس الجنان مزخرفا رحم الإله جنابه وأحله أعلى فراديس الجنان مزخرفا وأعان من سلك الطريقة بعده من نسله الفضلاء على حسن اقتفاء الحمد لله رب العالمين.
بسم الإله بدأنا حفل ذكر لشيخ عارف لولي زاهد صاحب الفضل جئنا نجدد أهدانا ووصالنا في ذكر أحباب كرام ذوي الفضل فاهدنا يا ربنا سبل الهدى واجعل لنا نورا بذكر أولي الفضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ قلوبنا نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, bersama di sebuah mazhar min mazahiril mahabbah, min mazahiril birri wal wafa. Suatu bentuk perkumpulan di dalam kebaikan, di dalam kebaktian dan kecintaan serta kesetiaan seorang murid kepada gurunya. Zikrul jamil, penyebutan yang bagus untuk orang-orang yang telah mendahului kita dan memperingati daripada seorang yang saleh. Diceritakan bahwasannya seorang dari Bani Salamah datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da wafatihima?" Apakah ada kebaktian kepada orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikrami sadiqihima wa silatur rahimi allati la tusalu illa bihima atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mendoakan kebaikan dan meminta ampun kepadanya dan melaksanakan serta mengerjakan wasiat-wasiat daripada yang dipesan oleh keduanya, serta memuliakan teman-teman semasa hidupnya, lalu menyambung dan menyalin tali silaturahmi kepada teman-teman pada keduanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ahlan wa sahlan fal qulubu tabahhajat wa binurikum tasmul majalisu fis safa innal wafa'a a'azzu ma addamru'un falyahtafil ahlul mahabbati wal wafa la khaira fi sahbin idza burimal qada wallau wa qattarat kul mahasina fil qafa. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian, terutama tamu undangan, para teman-teman daripada guru kami Abuya Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kab yang telah menghadiri dan memberikan cahaya besar kepada kita semua dengan keberadaan mereka semua. Para asatid, para habaib, para aba yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu demi satu. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap langkah yang antum langkahkan ke tempat ini dengan raf'un lid darajat wa satrun lil uyub wa ghufran minadh dhunub wa qada'il hajat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya Al-Fakir di sini sebagai pembawa acara
yang akan menertibkan susunan acara pada malam yang dimuliakan ini. Rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati bersama. Dimulai dengan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Haddad, serta dilanjutkan dengan khatmul Quran. Kemudian kita juga telah bersama melaksanakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diiringi dengan qasidah-qasidah pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita telah melaksanakan bersama tadi pembacaan tahlil. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan sekelumit daripada manaqib sahibul haul serta sekalian mau'izatul hasanah yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Ahmad Husaini Al-Kaf, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'na wa iyyakum fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusran wa likulli hammin farajan wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, mendudukkan kita di malam yang penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini malam menjadi syahidun lana, saksi untuk kita semua bahwasanya kita pernah duduk kumpul di tempat-tempat yang disukai Allah dan disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah jadikan kita hamba Allah yang istiqomah berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dengan harapan nanti di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa bersama Nabi Muhammad, bisa menjadi orang yang paling dekat tempat duduknya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah, para asatidzah, para orang-orang tua al-hadirin, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid, dan para asatid yang lainnya, Al-Walid Al-Habib Helmi bin Hamid bin Ahmad Al-Kaf, yang tidak bisa disebutkan satu persatu rumah antum sekalian, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya sama antum sekalian. Izinkan saya di malam yang penuh barokah ini, walaupun fil haqiqah lastu ahlan, tidak berhak untuk membacakan ini manaqib, lastu ahlan an aquma amamakum, tidak berhak untuk berdiri di depan kalian para alamah, para alim ulama, para asatizah, para orang-orang pinter. Walakin naltalmisul barokah, ngambek berkah, ngambek nazar dari orang-orang yang hadir, terkhusus sahibul haul Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Burhan bin Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf, Ahmad bin Hamid bin Alwi Al-Kaf. Izinkan Al-Faqir membacakan sedikit daripada banyaknya manaqib daripada sahibul haul. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Menagib singkat Abuya Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Burhan Ibn Al-Habib Ahmad bin Hamid Ibn Alwi Al-Kab. Nasab beliau dan lahir serta pertumbuhan beliau. Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kab atau yang akrab dikenal dengan Abuya Naufal lahir di kota Palembang. Hari Jumat 13 Zulqa'dah 1383 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Maret 1960 Masehi. Beliau adalah Al-Alim Al-Murabbi Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Burhan Ibn Ahmad bin Hamid Ibn Alwi Yusren bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Mulagab bil Al-Kaf, dan terus bersambung nasab beliau sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Abuya Naufal mendapat perhatian khusus dari kedua orang tuanya yang soleh dan solehah. Orang tua beliau Al-Habib Abdullah Burhan, seorang yang kita tahu sangat tawadhu, sangat dermawan. Bahkan sebagaimana saya tahu cerita beliau dari abah saya, beliau ada 3 celengan. Ini mungkin kalau kita nak nyobo tak apa-apa. Ada 3 celengan. Sikok celengan untuk wong miskin, sikok celengan untuk anak yatim, sikok celengan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Tiap hari dipasukkan celeng 5.000, mungkin 5.000, Masya Allah. Ini uang dipergunakan untuk membantu al-fuqara, al-aitam, dan orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Ini satu kemuliaan, bahkan tanpa diketahui oleh orang. Bahkan beliau tidak mau diketahui daripada kebaikan beliau. Ayahanda beliau Al-Habib Abdullah Burhan adalah pedagang dermawan dan pendakwah yang gigih, yang sering mengajak Abuya hadir di majlis dan berziarah kepada para habaib di Palembang. Kakek beliau adalah Al-Wali Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, yang dikenal sebagai Habib Ahmad Wali. Suatu kali di masa kecil, guru beliau Ustadz Ali Alim bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi mengajak ke majlis mu'alim nang Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Beliau adalah murid dari Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, kakek Abuya Naufal. Habib Alwi Bahsin memandang Abuya Naufal dan menulis di catatan Al-Habib Ali, adunnu wallah a'lam Ahmad Naufal hadha yajzibuhu sirra jaddih biwasitatika wa anta biwasitati wa ana huwa a'tani fajazahullah anni wa anil muslimin khaira jaza. Wallahu a'lam, aku melihat dalam diri Ahmad Naufal ini memikat rahasia kakeknya Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Dengan perantaramu dan engkau mendapatkan rahasia tersebut dariku, dan aku telah diberikan rahasianya langsung kepadaku. Semoga Allah membalas untukku dan untuk muslim balasan yang banyak. Pendidikan Al-Habib Ahmad Naufal setelah lulus sekolah di Diniyah, Abuyah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Ariyat Palembang di bawah asuhan Al-Habib Al-Ustadz Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau dikenal cerdas, cepat memahami dan memiliki empati tinggi. Termasuk guru-guru beliau di Palembang Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Al-Ustadz Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi dikenal dengan Ustadz Ahmad Be'ah, Ustadz Umar bin Ahmad Al-Bin Syahab, Ustadz Ali Alim Al-Habsyi, Ustadz Ali Baharun, Ustadz Muhammad bin Husin Syahab, Ustadz Saugi Al-Kab, Ustadz Syaugi bin Syahab, Ustadz Segab bin Ali Sahab, Ustadz Ali Umar Thaib, dan Kiai Haji Bahri bin Panda, Tanjung Atep, dan masih banyak lagi. Pada usia ke-13 tahun, pada usia 13 tahun bertepatan tahun 1979 Masehi, Abuya mendapat beasiswa ke Mekah dari gurunya Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau belajar di pesantren Al-Muhaddis Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani bersama teman-teman beliau seperti Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim dan Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Awalnya Abuya Sayyid Muhammad sempat heran mengapa dikirim anak kecil seperti Abuya Naufal ini. Namun beliau kemudian sangat menyayangi Abuya, memberikan didikan dan perhatian khusus
bahkan menempatkan Abuya di kamar istirahatnya dan menjadikan beliau adalah khadim daripada Habib Muhammad Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Teman-teman beliau menceritakan bahwa Abuya Naufal sangat dekat dengan Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki dan paling sabar dalam berkhidmah. Bahkan Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki pernah berkata, "Ya Naufal, khadamtani khidmata la aqdiru ansaha." Wahai Naufal, engkau telah berkhidmah kepada aku yang mana dengan khidmahnya kamu tadi aku tidak mampu untuk melupakannya. Ini Masya Allah, khidmah seorang murid kepada gurunya. Beberapa guru beliau di luar Palembang antara lain Muhaddis Al-Haramain Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Al-Habib Ali bin Husain Aidin, Al-Syekh Abdullah Al-Lahj, Al-Syekh Hasan Al-Masad, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, dan banyak lagi ulama serta aulia seperti Al-Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, Al-Habib Al-Ghadir bin Ahmad Asgab, Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hasan At-Tas, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi Ibn Syahab dan lainnya. Dakwah dan penyebaran ilmu beliau pada tahun 1987 setelah 8 tahun menuntut ilmu di Mekah, Abuya Naufal kembali ke tanah air. Setibanya di Palembang, beliau mengajar di pondok pesantren Aliyad dan madrasah Darul Muttaqin. Beliau juga merintis madrasah Al-Haramain, sekolah malam yang masih aktif sampai saat ini, memberikan pendidikan dan manfaat bagi kalangan bagi banyak kalangan. Setelah adanya permasalahan di kota Palembang, beliau diajak hijrah untuk mengajar di pondok pesantren Al-Khairat Bekasi bersama Al-Habib Hamid An-Nagib Ibn Syekh Bakar Salim dan Habib Ahmad bin Hasan Fatak. Sebelum hijrah beliau sudah mendapatkan tanah 2 hektar di Palembang yang dirancanakan untuk pesantren. Beliau pun beristikharah dan mimpi pindah ke Madinah menandakan keharusan hijrah. Beliau menceritakan mimpinya kepada Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab dan lalu juga menguatkan beliau untuk hijrah. Abuya pindah ke Bekasi dan beliau mengajar di Bekasi, dan tanah tersebut yang beliau tinggalkan tersebut diserahkan kepada iparnya Al-Habib Umar Abdul Aziz untuk dikelola dan kini menjadi pondok pesantren Rubat Al-Muhibbin. Merintis pondok pesantren Darul Habib selama 5 tahun mengajar di Bekasi, Abuya Naufal menerima wakaf tanah di Sukabumi. Pada tahun 1998 Masehi beliau mulai membangun pondok pesantren. Awalnya pesantren tersebut bernama Darul Hijrah, kemudian setelah adanya Ibisyarah dan Isyarah dirubah menjadi Darul Habib. Semangat dan keikhlasan Abuya menarik banyak masyarakat untuk menitipkan putra-putri mereka, tarbiyah dan perhatian pada santri. Fokus utama Abuya dan dalam mendidik santri adalah tarbiyatul akhlak, mengajarkan sopan santun dan kerendahan hati kepada murid-murid beliau. Di awal perintisan Abuya sering makan dan tidur bersama santri. Beliau tidak akan tinggal diam jika melihat kesalahan para santri baik dari segi akhlak, kebersihan atau ketertiban. Beliau juga menanamkan cinta sejati kepada Rasulullah dengan meneladani akhlaknya dan banyak sholawat. Hubungan beliau dengan gurunya Abuya Naufal begitu dalam mencintai gurunya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kesetiaan beliau bahkan sampai ke setelah gurunya wafat. Beliau menjaga erat hubungan dengan keluarga Abuya Maliki, khususnya Khalifah Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, menjadikan muslim ma'had dan mengirim murid untuk belajar padanya. Sifat dan perangai beliau, Abuya Al-Habib Ahmad Naufal dikenal berakhlak mulia, ramah dan rendah hati. Beliau selalu menyambut tamu dengan senyuman dan kehangatan, menjamu mereka dengan hal terbaik yang beliau miliki, sehingga banyak orang yang setelah berjumpa dengan beliau ingin lagi berjumpa dengan beliau. Beliau adalah pribadi berkarisma, terkenal dengan ketegasan dalam mendidik namun penuh cinta dan kasih. Abuya juga gemar memberi tampah pamrih, berbagi kepada orang yang tidak mampu, janda atau anak yatim. Kecintaan mendalam kepada Rasulullah dan meneladani salafus saleh menjadi prioritas hidupnya. Beliau sering bermimpi bertemu Rasulullah dan para aulia, menjadikan sejarah mereka sebagai motivasi bagi dirinya dan murid-muridnya. Wafatnya Abuya Naufal. Berapa bulan sebelum wafat, Abuya Naufal masih gigih mendidik dan mengajar santri di pesantren selama di bulan Ramadan. Beliau wafat pada Senin 20 Zulhijjah 1441 Hijriah 10 Agustus 2020 Masehi dan dimakamkan di pondok pesantren Darul Habib Putra. Abuya Naufal meninggalkan 13 anak. Penggantinya sebagai khalifah adalah Abuya Sayyid Muhammad Bagir bin Ahmad Naufal Al-Kab, sesuai arahan Muslim Ma'had Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Dalam 5-6 tahun hidupnya, beliau berhasil mencetak generasi tangguh, bermanfaat untuk umat, membangun pesantren dan meninggalkan kesan yang baik
memberikan contoh nyata bagi sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesama. Dari manaqib ini mungkin banyak sekali manfaat yang akan kita ambil. Berapa manfaat mungkin kita menyadari bahwasanya beliau adalah orang yang sangat bermanfaat. Dalam satu hadis Nabi Muhammad katakan qala alaihi salatu wassalam, khoslatani la syai'a afdalu minhumah al-imanu billah wan naf'u lil muslimin wa khoslatani la syai'a akhbathu minhumah. Dua perkara, khoslatani laisa la syai'a akhbathu minhumah asyirku billah wad-durru bil muslimin. Kata Nabi Muhammad, ada dua perkara tadi yang kita baca. Ini manaqib sedikit daripada banyaknya manaqib beliau ini, semuanya bermanfaat untuk orang muslim. Baik untuk keluarga, kerabat dekat beliau. Kalau kita ceritakan sedikit, beliau sangat perhatian sama kerabat dekat, keluarga, misan-misannya. Bahkan sering membantu daripada apa yang dibutuhkan oleh keluarga-keluarganya. Bahkan sering ditanya bagaimana keadaan keluarganya. Ini perhatian yang sangat beliau lakukan, membuat keluarganya merasa dekat dengan beliau. Tadi Nabi Muhammad katakan dua perkara, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada dua perkara ini. Yang pertama, beriman kepada Allah, percaya pada Allah dan yang lain-lainnya. Yang kedua kata Nabi Muhammad, an-naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim, baik dengan ucapannya, hartanya, kedudukannya dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya kata Nabi Muhammad, khoslatani la syai'a ahbatsu minhuma. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih buruk, yang lebih jelek daripada dua perkara ini. Yang pertama apa kata Muhammad? Asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Yang kedua, ad-durru bil muslimin, membahayakan orang-orang muslim, baik dengan pada badannya atau hartanya yang lain-lainnya. Ini tadi yang kita bacakan cukup bukti bahwasanya beliau adalah seorang hamba Allah yang banyak sekali kelebihannya dan banyak sekali memberikan manfaat. Contoh bukti nyata Al-Haramain. Al-Fakir termasuk mungkin murid yang pertama, banyak yang ngajar, termasuk Ustadz Fahmi bin Ali Bahrun, Ustadz Idrus bin Abdullah Al-Kab, Ustadz Muhammad Asgab, dan lain-lainnya. Sampai sekarang ini Al-Haramain masih berdiri. Banyak cerita-cerita, kalau saya cerita panjang. Yang jelas semua apa yang diperbuat oleh Abuya ini sangatlah bermanfaat untuk kita, terkhusus umat Islam dan untuk semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad katakan qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sebutkan qala alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mal idhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an au yakshif lahu kurban au yakdi lahu dainan au kama qala. Kata Nabi Muhammad, ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan itu termasuk daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. InsyaAllah salah satu buktinya kita dalam lama jam 10 udah dan soal bingung jam 10. Jadi salah satu bukti insyaallah duduknya kita pada malam hari ini satu bukti. Duduk untuk mengingat orang soleh. Kan dikatakan oleh seorang ulama, laulam yakun fi zikris salihin illa nudulur rahmah wa anna fi dzikrihim ghufranaz dzunub lakafah. Kalaulah tidak menjadikan manfaat untuk ketika mengingat orang soleh itu turunnya rahmat, wa anna fi dzikrihim ghufranaz dzunub lakafah, dan sesungguhnya di dalam mengingat orang soleh tersebut akan memberikan pengampunan dosa, maka sudah cukup.
untuk kita dianjurkan selalu ingat orang-orang soleh. Akan disebutkan oleh seorang ulama Muhammad bin Yunus rahimahullah ta'ala, ma ra'aitu lil galbi anfa'a min dzikris solihin. Dia katakan, aku tidak melihat sesuatu perkara yang sangat memberikan manfaat untuk hati terkecuali daripada mengingat orang-orang soleh. Karena mengingat orang soleh ini tadi turunnya rahmat, diampunkan dosa, dan ada keinginan untuk kita mengikutin daripada jejak-jejak mereka. Walaupun kita na'tarif lasna minas solehin, bukanlah kita tergolongkan daripada orang-orang yang soleh. Tadi Nabi Muhammad katakan, disebutkan tadi dalam hadis Nabi Muhammad, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling memberikan manfaat kepada hamba yang lain. Apapun manfaatnya itu terserah. Baik itu ilmunya, hartanya, kedudukannya, yang lain-lainnya. Lalu wa afdalul a'mal, amal yang paling utama, yang paling afdal, idhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa senang ke dalam hati seorang mukmin, terkhusus kerabat dekat, terkhusus agorib, terkhusus orang-orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, lebih kita utamakan. Bahkan kita tahu sodako yang paling afdol sedekah dengan orang-orang yang punya kerabat dekat, yang punya hubungan kerabat dekat. Untuk apa kita berbuat baik dengan orang yang jauh sementara orang dekat kita lupakan? Jadi kata Muhammad, paling afdolnya amal idhalus surur ala qalbil mu'min, atau nyenengkan hati orang mukmin. Kita bertemu Abuya, kita tahu enggak? Abuya Novel ini kita tahu kalau kita bertemu, walaupun beliau orangnya tegas, takut nak ngomong depan beliau, tapi senyum terus. Senyum, ketemu, senyum lain-lainnya. Enggak. Lalu kata Nabi Muhammad tadi, idhalus surur ala qalbil mu'min yutradu anhu ju'an, menghilangkan darinya kelaparan, au yakshifu anhu kurban, atau menghilangkan darinya kesulitan, atau membayari utangnya. Ini salah satu daripada amalan yang kita tahu diamalkan oleh Abuya Al-Habib Ahmad Naufal Al-Kab. Yang jelas kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini, ini satu kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Narjuh minallah, kita berharap kepada Allah agar kita juga didudukkan bersama beliau dalam surga firdaus ya Allah, bersama datuk beliau, kakek beliau Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga yang terakhir, manfaat yang mungkin bisa kita ambil di ini malam yang penuh barokah, ngingatkan kita juga kalau kita akan kembali pada Allah, siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun pangkat kita, siapapun kita, akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan dengan semua apa yang kita lakukan. Orang yang beramal soleh ketika berjumpa dengan Allah, keberuntungan buat mereka. Yang tidak beramal soleh, itu kerugian buat mereka. Makanya di Tarim itu yang saya ingat ini, zaman kita dulu. Biasanya kalau ada acara-acara besar yang ceramah itu Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, atau Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi al-bin Syahab. Salah satu yang sering beliau katakan, nasihatkan itu Al-Habib Hasan dan Habib Abdullah, nyuruh kita bertobat kepada Allah. Nyuruh kita bertobat kepada atas dosa yang kita lakukan, atas kesalahan yang kita lakukan. Kita ini insanud dhaif, mahallul khata' wan nisyan. Insan yang lemah, tempat salah, tempatnya dosa. Kadang kita melupakan akan itu semua. Tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobat kepada Allah dari dosa yang kita lakukan, dosa kecil, mungkin dosa besar, dosa kepada manusia, dosa kepada sesama, dosa kepada mungkin yang membuat mereka sakit hatinya, yang lain-lainnya atas perbuatan kita. Bertobat pada Allah, itu di Tarim. Tarim kita tahu, pulangkan apabila kalian berbuat zolim, ngambil harta orang yang lain-lainnya, kata Habib ini. Nasihat tersebut ini menunjukkan bahwasanya taubat itu penting sekali.
Kan sering kita dengar doa, kita sering berdoa habis sholat habis wudu. Terakhir doanya enggak. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Terakhir apa? Wa ja'alni min ibadika sholihin. Tidak akan mungkin kita menjadi orang-orang soleh kalau belum bertaubat kepada Allah. Mungkin panjang bahas taubat. Kalau salah sama Allah gampang. Allah Maha Pengampun lah. Kita berdoa yang lain-lain diampunkan. Yang muskilah itu salah sama manusia. Salah sama seseorang manusia ini berat untuk mendapatkan pengampun. Jadi di acara yang penuh barokah ini kita minta pada Allah agar Allah ighfir dzunubana, ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah keluarkan daripada kesulitan kita semua. Allah jaga kita, keluarga kita dari kejahatan-kejahatan ini zaman, dari kejahatan penghuni. Mudah-mudahan dengan berkah Abu Yan Ahmad Naufal bin Abdullah Burhan Al-Kab, kita menjadi hamba-hamba yang selalu mendapat perhatian dari Nabi Yuna Muhammad, mendapat rahmat dari Allah, perhatian dari Nabi Muhammad, perhatian daripada aslafun dan solehin, orang-orang soleh kita terdahulu, sehingga kita selalu berjalan di jalan beliau, tidak keluar dari jalan beliau. Dan nanti fi yaumil qiyamah, fil barzah wa fi yaumil qiyamah, di dalam surganya Allah berkumpul sama beliau. Hada minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سمعنا سيرة الشيخ المهتدي نور صار في قلب كل موحد زاهد الدنيا وعاش لرب دائما نشرا للعلم وحفظا للموحد مات الجسد وبكيت آثاره علم ونور في القلب وفي البلاد نرجو القرب من الرحمن نسعى على خطاه تمضي ونستهدي المرشد اللهم فاجعلنا له خير دعاء wahsyurna ma'ahu fi hizbil musyaddadi. Jazakumullah khairal jaza. Kami ucapkan kepada Al-Habib Ahmad Husaini Al-Kaf, semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian acara yang selanjutnya adalah talqinud dzikir dan doa penutup yang insyaallah akan dibawakan oleh Fadilatul Habib Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Namun sebelum mengakhiri acara ini, mewakili daripada panitia penyalang Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf mengucapkan ribuan terima kasih atas semua pihak yang telah ikut andil dalam terlaksananya acara ini dan meminta maaf atas segala kekurangan. Dan untuk semua dari kita, semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada guru-guru beliau. Hadza ma aqulu lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari sebelumnya kita membacakan surat Al-Fatihah biniyati syifa li Syahriyal bin Utsman anallahu yashfi syifaan ajila wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian kita bacakan Fatihah lagi untuk almarhum yang baru meninggal, yaitu Sayyid Muhammad bin Yahya bin Abdurrahman Al bin Yahya, adik ipar Ustadz Muhsin. Adik ipar Ustadz Muhsin. Di Langgar, rumahnya di samping Langgar Munawar. Anallahu yaghfir lahu wa yarhamu wa yadkhilal jannata bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha nimut wa alaiha nubasu insyaallah minal aminin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la matruda birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma anta waliyu ni'matina wa antal qadir ala talabatina wa ta'lamu hajatana fa nas'aluka Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad lama yassarta umurana wa lama qadaita hajatana wa lama syafaita mardana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Undangan, hadirilah dan syiarkanlah haul akbar Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihij dan Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 atau bertepatan dengan 16 Muharram di rumah Barakah Al-Habib Salim Al-Madihij, Jalan Kiai Haji Azhari 14 Ulu Palembang, samping Masjid Al-Haddad, jam 9.30 sampai dengan selesai. Satu halagoh 4 orang. Allah Allah Allah.